قدم. يعني كابتن كريم، خليني استرسل مع كابتن امير عبد العزيز، يمكن اخذ رايك برضه في عمليه التاجيل في عجاله. يعني كان عندنا مباراه هامه جدا، كان اهمها الاهلي ومصر المقصه، الاهلي واتحاد الشرطه. وبعد اداء الاهلي مع مصر المقصه المخيب كانت الناس تنتظر، ومباراه اتحاد الشرطه صعبه. انت شايف ان ده ممكن يحصل هزه لفريق او تيم معه مدير فني جديد زي مانويل جوزيه؟ لا والله هتبقى فرصة كويسة. يعني أنا شايف إن التأجيل ده جه في مصلحة النادي الأهلي، إن هو ممكن يعيد ترتيب أوراقه ويشوف برضو اللعيبة الجديدة اللي هو بيحاول يدعم بيها، من إذا كان من الناشئين أو من الفريق الأول. تديله فرصة كويسة إن هو يرتفع ويرتقي بالحالة البدنية للعيبة اللي هم ما كانوش بيلعبوا أساسا مع الكابتن حسام البدري والكابتن زيزو، زي محمد شوقي، زي اللعيبه اللي بيدفع بيها ديت يعني. لكن هو في المجمل التأجيل بيجي بالسلب على فرق وبالإيجاب على فرق. يجي بالإيجاب على فرق مثلا زي الاتحاد السكندري، كان طالع يلعب بره ملعبه، تعادل الماتش اللي فات مع نادي المقاولين، فكان كان ممكن يطلع بره يخسر مثلا الماتش او فبيدي فرصه للجهاز الفني ان هو يرتب اوراقه بعد التعادل